بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. معشر الإخوة أبناء حزب العدالة والتنمية والمتعاطفين معهم والمتابعين بصفة عامة، الموضوع ديال هذه الكلمة القصيرة جدا اللي بغيت نعمل اليوم مرتبط بطبيعة الحال كما أظن أنكم تتوقعون ذلك، مرتبط بالأحداث اللي وقعت في المغرب نهار الخميس والجمعة، يمكن الأربعاء والخميس والجمعة ديال اللي كان صادف الاحتفال ديال المغاربة بعيد العرش المجيد، والتي وقعت في مدينة سبتة. بطبيعة الحال رغم أن هذه الأحداث بالنسبة إلي أنا شخصيا كانت مؤلمة ومؤسفة وأدخلتني في دوامة من التساؤلات ومن التخوفات ومن إلى آخره، لأن بلادنا هذه، فاعتبرت أنه يعني البيان يعني الرفيع المستوى اللي نشره الحزب والكلمة اللي لقيتنا في الأمانة العامة واللي نشرناها حتى هي في الموقع ديال الحزب وديالي أنا شخصيا، اعتبرت باللي هذا الشيء هذا يمكن أن يكون كافيا. بقيت متردد واش نزيد نشرح شوية كيفاش كنشوفوا احنا لهذه الأمور إلى آخره، ما لم يرجح عندي شيء. دابا احنا في اللقاء ديال المكتب ديال الأمانة العامة وذكرنا في هذا الشيء جوج ديال الأحداث دفعوني باش نتكلم ماشي أكثر، لأنني في الحقيقة ملنا إلى أنه الدور ديالنا قمنا به ملي خرجنا هذاك البلاغ وطالبنا باللجنة تكون بالتوجيه ديال جلالة الملك تشرف على تحقيق يكشفوا حقيقة الأمر، لأننا نحن في حاجة إلى أن نفهم. منذ ذلك البيان خرجوا بعض البيانات ديال بعض الأحزاب السياسية وديال بعض الإدارات منهم وزارة الداخلية. المهم هذاك البيان اللي خرج احنا بالنسبة إلينا لم يشفي غليلنا ولم يوضح يعني الأسئلة الكبرى التي طرحناها، ولكن جوج ديال الأحداث يعني أثروا فينا تأثير يعني صعب جدا. الأول متعلق بواحد البلاغ لو كان جا في شي موقع صحفي عادي ما غاديش نتكلم عليه، ولكن جاء عبر لاماب ديال مصدر حكومي. كيقول مصدر حكومي بالنسبة لنا هو مصدر مجهول، ولكن جاء عن طريق يعني الوكالة الرسمية ديال الأنباء ديال المغرب. إن حنا كنعتبروا هذا المصدر هذا مصدر حكومي جا كيعطي تفسير لهاد الأحداث اللي وقعت، وهذاك التفسير أنا ما غنناقشوش لأنه، ولكن الذي ساءنا فيه أنه يوجه اتهامات للأحزاب السياسية، ويبدو أن المقصود من هذه الاتهامات للأحزاب السياسية حزبنا من بين الأحزاب، أو بالخصوص حزبنا على الأخص، وكي يتهمنا بأمور اللي ماشي معقولة وماشي مقبولة. احنا ذاك البيان اللي عملناه قياما بالواجب، انطلاقا من قناعاتنا ومن تقديرنا لدولتنا ومن تقديرنا لملكيتنا ومن تقديرنا لسمعتنا في العالم، والتي كان جلالة الملك يعني بعد الله سبحانه وتعالى وبعد الملوك السابقين خصوصا محمد الخامس والحسن الثاني رحمه الله هو اللي عطوها لنا وعطونا هذه العلاقة. فولينا دابا في حي صبيس، فبغينا نفهموا شنو وقع، نعرفوا غير نعرفوا شنو وقع. فعوض ما يوقع يعني التفاعل بطريقة إيجابية مع هذا الشيء، خرجت جهة حكومية متخفية تقول لنا أننا عندنا ربما حسابات سياسية أو انتخابية، وهذا كلام غير لائق فهمتين لله وغير معقول، ويزيد من انتقاص يعني الانتقاص من الأحزاب السياسية، وعلى كل حال راهم عليه مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى. فلهذا فاحنا هذا البلاغ كله ما غنعتبروش باعتباره في النهاية مجهولا، وكنظنوا باللي الحكومة وعلى رأسها السيد عايز أخنوش كان عليه أن يخرج، وكانت عليها أن تخرج بطريقة واضحة وتشرح لنا وتشرح للمواطنين شيئا يعني
أصبح إشكالية كبيرة بين المغرب وبين الاتحاد الأوروبي على الأقل، وبين المغرب وبين إسبانيا الدولة الجارة والتي نحافظ معها على علاقة طيبة دائما. فهمتني ولا؟ ما استطعنا إلى ذلك من سبيل. كان خاصنا توضيحات، عوض من هذه التوضيحات كتجي اتهامات. هذا أسلوب ديال الفرار إلى الأمام. حنا كنفهموه وكنعرفوه، كيجينا عيب وعار باش يكون هذا الشيء هذا من قبل مصدر حكومي مجهول بطبيعة الحال. ولكن القضية الثانية التي دفعتني إلى الكلام في هذا الصباح هي أنه بالإضافة إلى كل هذا، رئيس حكومة دون أن يقول كلمة واحدة ودون أن ينبس ببنت الشفا ودون أن يعبر عن أي شيء بما في ذلك عن تعازيه للموتى الذين يعني أزهقت أرواحهم في هذه المغامرة المؤسفة، يعني والعذابات اللي مرت على عشرات الآلاف من أبنائنا، فهمتني ولا؟ دون أي شيء يركب طائرته ويتوجه إلى جزيرة اسمها مايوركا بطبيعة الحال في الجارة الإسبانية لكي يقضي عطلته. أنا بكل صراحة الإخوان المغاربة سمحوا لي، يعني لو كان زعما الإنسان غادي يتصرف دابا غيندب وجهه بالدم، كيف يعقل؟ هذه مشكلة كبيرة بزاف بزاف بزاف، فهمتيني ولا؟ تكاد تنسي الأخرى. رئيس الحكومة وقع هذا الشيء في البلاد ديالو، ما خصوش يمشي حتى العطلة حتى البلاصة، لا في المغرب ولا في المشرق ولا في حتى شي بلاصة، ولا يدير عمرة ولا يدير حجة ولا يدير حتى وحدة فيهم. خاصو يجلس في بلادو الواجي غيهد، لأنه هو المسؤول رسميا، باش نكونوا واضحين، رسميا هو المسؤول. كان خاصو يجلس ويشوف وكان خاصو يتكلم مع المواطنين ديالو، وخا يدير غير شي بيان بحال هذاك ديال وزارة الداخلية ولا شي حاجة بحال هكذا ويواسي الناس وكذا إلى آخره. نون سوليمون سا، ماشي يجلس باش يخرج للعطلة في إفران ولا في مزار ولا في شي باتلان، فهمتيني ولا حتى كاع في الشمال ديال المغرب. نون سوليمون سا مشى لإسبانيا، خرج خارج المغرب. شنو هي الحالة النفسية ديال المواطنين اللي ماتوا لهم ولادهم، ورئيس الحكومة ديالهم كيركب في طيارته ويزيد للخارج باش يدوز العطلة؟ شنو هو الشعور ديالنا حنا كسياسيين؟ شنو هذا رئيس الحكومة؟ واش عندنا رئيس الحكومة ولا ما عندناش؟ خصنا نعرفوه. لكن ما عندناش، حتى استقالته يمشي بحالو دابا، يقول اودي انا هذا الشيء بزاف عليا، خليني نمشي ندوز العطلة ديالي، ويمشي لين لاسبانيا للدولة اللي عندنا معها المشكل. انا سمحوا لي والله العظيم راه اكاد افقد صوابه. فكيف يعقل السي عزيز اخنوش تخلي الفضيحه في بلادك وتم غادي، فهمتيني ولا لا، لاسبانيا وتم غادي لهاد الجزيره هذه وتم غادي؟ بطبيعه الحال الحمد لله ان بلادنا كيف ما كان الحال كيبقى فيها واحد المستوى من التعقل، ويبدو والله اعلم ان هذا المستوى من التعقل يعني وجه له انتقادا يعني صريحا وامره بالرجوع بسرعه، وهو كذلك باش على الاقل توقف هاد المشكله هذه. ولكن كيبقى هذا واحد الفعل ديال المراهقين بكل صراحه السي عزيز، حقيقه ديال المراهقين في السياسه. انا بالنسبه الي نصحتك باش ما تدخلش لهذه رئاسه الحكومه النهار الاول، رجع عاود تسمع عندك الكلام اللي قلت لك، ولكن ما تخيلش انه المستوى ديالك ولا ديال الناس اللي كيفتيو عليك شنو دير، ولا ديال مكاتب يعني الخبره اللي تعطيك غتوصلك لهذه الدرجه هذه. ولهذا نحن في حداد، انا شخصيا على هاد الاخوان ديالنا المغاربه المساكين الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى، وفي حداد بهذا السبب. هذا السبب كبير بزاف، وكان نتمنى انك تتصرف كرئيس حكومه مسؤول بوغ فوا، وتعمل شي حاجه اللي اما تقدم استقالتك ولا تشوف شنو غادي تعمل. لان راه ما عرفتش انا واش المغاربه كلهم تيشعروا بهذا الشيء ولا غير انا اللي كنشعر به، يعني الله اعلم. بطبيعه الحال الكلمه هذه هي مبادره ديالي انا، فهمتيني ولا؟ رغم اننا كنا في اجتماع ديال مكتب الامانه العامه، ولكن هي مبادره ديالي والكلمات ديالي، والله ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.